عسلة قوي يا بطاطا. اهلا بيكم في قناتي انتي ملكة مع نودي. النهاردة بقى الوصفة بتاعتنا جامدة جدي. يعني بطاطا، يعني الشتا طبعا بتحتاج البطاطا. بس احنا بقى مش عاملين اي بطاطا، احنا عاملين البطاطا الرهيبة الجميلة دي، اللي من غير بقى ما تتعبي نفسك في الفرن تقعدي تشويها وتنقط في البوتاجاز وشغلانة تانية خالص، ولا كمان هنسلقها. هنعملها بطريقة جميلة جدا وسهلة جدا ومش تاخد منك ربع ساعة بكتير قوي. دلوقتي شايفة البطاطا جميلة ازاي؟ شايفة الصوص بتاعها؟ على فكرة الصوص بتاعها ده احنا اللي عاملينه، وهقولك دلوقتي انا عاملاه ازاي. دلوقتي احنا جبنا البطاطا بتاعتنا. البطاطا 2 كيلو ونص انا جايباهم. طبعا جميلة جدا، وشايفاها انا يعني منقياها متوسطة، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. يعني نقيها المتوسطة، لان الرفيعة ما بيكونش فيها لحم خالص، والكبيرة قوي ما بتستويش معاكي وما بتبقاش كمان مسكرة. لكن الحجم ده بيبقى جميل جدا على فكرة، وبيبقى مسكر. كنت بصي طبعا احنا غسلناها نقعناها طبعا في حوالي 3 ساعات كده في ميه، بس انا بنقعها في ميه بس. اما اللي بيحط لها مش عارف خل بقى واللي بيحط ايه، انا مش بعمل كده. انا نقعتها بس في ميه 3 ساعات لحد ما الطينه بتاعتها كلها نزلت خالص، وطبعا حكيتها بالفرشه جامد لحد ما نتفت كده، اذا كانت فيها سواد او فيها اي حاجه. طبعا شلته بالسكينه. وطبعا بتشيلي اللي هو القمع اللي قدام واللي ورا ده، من هما الجنبين، علشان ما يبقاش فيها اي خالص فطريات او اي طينه او اي حاجه. طيب النهارده بقى هنعملها بايه؟ بالكيس الحريري، يعني الجمال كله. هنعملها الكيس الحراري اللي عندي انا مقاس متوسط. طبعا انت ممكن تعمليها بالكيس الحراري اللي هو الاكبر شويه، لو انت هتعملي كميه اكبر. انا طبعا كان عندي متوفر دوت، فللاسف هو جه يعني يا دوبك كده يعني على البطاطا يعني، بس يا دوبك قفل عليها. بس انت لو طبعا في مقاسات اكبر، لو انت عندك البطاطا اكتر من كده حطيه طبعا في الاكبر. هنعملها النهارده بالكيس الحراري. بتبقى لذيذة جدا، ولا بقى دخان بقى، ولا ينزل على البوتاجاز بقى وينزل على شعلة البوتاجاز بتاع الفرن التحتانية دي و... وقلق. طيب ايه كمان هنحطه عليها بقى عشان يخليها زي العسل كده؟ والصوص اللي انت شفتيه دوت، 3 معالق سكر، او حسب ما انت تحبي. يعني البطاطا لو عندك يعني عارفه ان هي مسخه شويه زودي السكر، دي بتاعتك انت. وطبعا معلقه القرفه. القرفه دي بصوا هتخليها رهيبه، جميله جدا بجد. ويعني الريحه، يعني هتشم ريحه البطاطا الرهيبه والطعم اللي زي العسل. بصي انا دلوقتي حطيت السكر على القرفه، وهحطه دلوقتي في الكيس مع البطاطا. وبعدين انا هقولك دلوقتي نعمل ايه فيها ايه. طيب دلوقتي احنا هنجيب بقى الكيس الحراري بتاعنا. دلوقتي البطاطا بتاعتنا هي شكلها بصراحة يفتح النفس والله من غير ما تتعمل. زي ما قلتلك احنا هنشيل منها اي حاجة اللي هنا دي، اللي هو اللي مسمينا القمع، مش عارفة انتوا بتسموه ايه. وزي ما انت شايفة كده بتزيلي اي حاجة بتكون لازقة فيها سواد بتاع كده، يعني ممكن بتبقى منبتة كده اي حاجة، كل ده بتشيليه عشان طبعا تحفظيها وتبقى نضيفة معاكي. وطبعا تغسليها كويس جدا تحت الحنفية وتحت مية جارية كويس جدا. طيب ادي الكيس الحراري بتاعنا، وطبعا ده اللي بيتربط بيه. طيب جبنا بقى صينية هنا وهنرص البطاطا بتاعتنا. زي ما قلتلك الكيس الحراري بتاعي كان موجود عندي في البيت، فطبعا هاتي الاكبر شوية عشان يبقى احسن معاكي. يعني حسب الكمية كمان اللي انت هتعمل، يعني في واحدة هتعمل كيلو يبقى خلاص مفيش مشاكل، الكيس ده ممكن ينفع معايا. شوف الكيس بتاعي كان يا دوبك. احنا من عشاق البطاطا على فكرة. فبصوا لدرجة ان هو من كتر ما حطيت فيه، ففي واحدة كده اتفتحت، الكيس اتفتح كده من تحت. قلت بقى مش مشكلة، انا كده كده ايه هديله نغزة، خلاص هو كده اتنغز خلاص. طيب هحط بقى دلوقتي السكر والقرفة فيه، علشان دي بقى لما
لما مع الفرن بقى والسخونية هتكرمل كده الكرملة اللي انتوا شفتوها ديت في الفيديو في الاول، وهتبقى جميلة جدا بجد. يعني هتحسوا ان هي عسل نحل بجد، مش ببالغ، والله عسل نحل بجد، جميلة جدا. حطيها بقى كده دي، ما ترميهاش، حطيها بقى كده على البطاطا، بتبقى رهيبة. طيب احنا دلوقتي اهوت بقفل الكيس. طبعا بيتجاب مع الكيس دوت بيتجاب حاجة كده بتربط بيها زي معرفش كده يعني هي بتقلي حديد، معرفش حاجة كده. المهم هو بيتباع معاها يعني. فاحنا حطيناه دلوقتي زي ما قلت لك، هاتي كيس حراري اكبر شوية لان انا ده اللي كان متواجد عندي. لو انت عندك كيس حراري اكبر هيبقى جميل جدا على فكرة. لكن على فكرة في الكيس الحراري بتسهلها لك يعني. بصي ما بتعتليش همها بقى كل شويه تبصي عليها في الفرن بقى وتقلبي والكلام دوت، لا. انا الاول كنت بحطها على الشبكه، وكنت بحط تحتيها طبعا صينيه، بس طبعا كانت بتقلب الدنيا قوي، وكانت بتنزل طبعا الصوص بتاعها اللي هو العسل بتاعها ده، يعني كانت بتقرفني كمان في موضوع التنظيف. لا احنا بقى ايه، هنوفر كل دوت وهنعملها هنا. والصينيه طبعا زي ما انت شايفاها، هنحط دلوقتي فيها كوبايه ميه علشان طبعا ما تسودش. في بيحطوا في خل وكده، لا انا مش بحط خل ولا حاجه. انا هي مش بتسود عندي اصلا، هي كده كده بحط لها ايه كوبايه ميه وخلاص، بس مفيش اي مشاكل خالص كده. كده ما هندخلها الفرن في الرف الوسطاني. انا مش بشغل الشوايه عليها خالص، طبعا ما تشغلش اي شوايه، احنا هنحطها في الرف الوسطاني بس. دلوقتي بقى بعد ما طلعت من الفرن قعدت معايا حوالي ربع ساعه تلت ساعه. جميلة جدا. الصوص بص، شايف الصوص لذيذ جدا ازاي في الطبق، وهي كمان شكلها بص بيلمع ازاي وجميلة. شايف الصوص بقى بتاعها لذيذ قوي. وبص زبدة، يعني استوت بسرعة الصاروخ والله. الكيس الحراري طبعا البخار اللي فيه سواها وبيديها كده كرملة جميلة جدا. يعني بيديها كده بتتحرق شوية كده سنة كده، بس ايه يعني ما بتبقاش محروقة قوي، لا انا بحبها كده. وطبعا زي ما انت شايفه بصوا عسل والله يا جماعه. السكر بقى اتكرمل وبقى لذيذ جدا، شايفين؟ والله جميل 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 جدا، هتحبيها قوي بالطريقه ديت. وطريقه سهله ومش هتتعبك خالص. طبعا الشتا بتحب البطاطا جدا، وانا من عشاق البطاطا، بتلاقيني اعملها بكل يعني احوالها. طبعا بعد كده بقى هنعملها صواني مع بعضينا، بس طبعا وريت لك الحاجة الأسهل واللي هتوفر لك الجهد بقى، مش كل شوية تبصي عليها في الفرن وتقعدي تقلبيها. وكمان ايه في التنظيف هتقرفك قوي، تنظيف طبعا الفرن والبوتاجاز. شايفين جمالها بقى؟ لو عجبتك بقى الوصفة ما تنسينيش بقى في الاشتراك يا قمر، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسينيش بقى في اللايك، يا ريت تدعميني بلايك. والبطاطا بقى بصي وجمالها، يلا بقى هدوق بقى كده انا مش قادره. لذيذه بجد بجد بجد. يعني والله العظيم هتاكلوا شويه بطاطا يعني ولادك، يعني بألف هنا وشفا اللي هتعملها، وولادك هيحبوها منك جدا. ويعني مش عايزه اسيب الفيديو، ومع السلامه بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.